بُصّي، هو في جهاد الإنسان بيعمله إن هو دايمًا يجاهد مع نَفْسه إن هو يحسّن من نفسيته. تحسين النفسية ده ما بقاش حاجة بتتعمل كده إن هي رفاهية، لأ ده بقى شيء أنت مش هتقدر تسعى في حياتك، في شغلك وتقدر تنجح وتقدر تتطوّر إلا لمّا تحسّن من نفسك، مش هتعرف تستحمل ضغوط الشغل، ضغوط الحياة، مش هتعرف مثلًا تبقى في علاقة صحية مع أي حد أيًا كان إلا لمّا تكون نفسيتك كويسة. عشان تستحمل المشاكل، تستحمل الحاجات أيًا كان الدنيا يعني. فلازم تشتغل على إنّك أنت تحسّن من نفسيتك كل يوم. تحسين النفسية يبدأ بتحسين الأفكار، إنّك تراقب أفكارك، أنا بافكّر في إيه؟ أنت مثلًا بتسمّي أسماء في حاجات معيّنة كتير بتضايقك، تاخد بالك لأ ما اسمّيش أسماء في حاجات تضايقني. أركّز دايمًا على النِّعَم، أركّز دايمًا على الحاجات اللي ربنا مدّيها لي، دايمًا الشيطان بيحاول دايمًا ينسّيك طول الوقت النِّعَم، ينسّيك الحاجات الجميلة، يدّيك مثلًا أسماء وِحشة جدًا عن الواقع وعن الدنيا وعن الظروف، فيخلّيك دايمًا متوتّر، دايمًا قلقان، دايمًا متصربع، دايمًا مش عاجبك، دايمًا مش راضي، فبالتالي تخسر دين ودنيا. فلازم تشتغل على نفسيتك وتحاول تحسّنها كل يوم، كل لحظة، وده جهاد وبتاخد عليه حسنات كمان، لإن ده بيساعدك آآ في كل جوانب حياتك أيًا كانت هي إيه يعني.